السلام عليكم حبايب قلبي، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى هنعمل وجبه اقتصاديه في منتهى الجمال وعلى قد ايدينا، متوفره كتير في السوق. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنعمل النهارده احلى بسارية في منتهى الجمال، وهنقليها وهنسهل تنظيفها ونسهل على بعض كل حاجه النهارده. بصوا جميله ازاي، ما شاء الله عليها، والطعم بقى خيال. بص حبايب قلبي، احنا نسهل على بعض التنظيف. انا جبت طبق كده، حطيت فيه شويه ميه، واجيب كده البسرية كده الجميلة ديت، انضفها من الجنب كده اهوت، واحطها في بولة. طبعا انا اخلص كل الكمية اللي قصادي، واجهز التتبيلة بتاعتها واغسلها واصفيها، وارجعوا له تاني عشان ما اطولش عليكم في الفيديو حبايب قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما غسلتها وصفيتها، طبعا اخدت على قد وجبة الغدا. طبعا دي معلقة فلفل احمر مطحونة، ونص معلقة صغيرة طبعا توم. انا اخدت بس على قد ايه التتبيلة، ونص ليمونة، وطبعا كزبرة جافة وشطة وكمون وملح. تمام كده اهوت. هحط عليها طبعا نص ليمونة اصفيها من البذر بتاعها، وانزل طبعا بالبسالية الجميلة ديت، وانزل عليها بقى بالايه التتبيلة الجميلة دي. الله عليها وعلى ريحتها في منتهى الجمال، ما شاء الله عليها. اسيبها في التتبيلة كده ايه بتاعت ساعة كده اهوت. طبعا شايفين بعد ما قعدت ساعة اهيت، جايبة طبعا طبق فيه الدقيق اهوت. هلفها بالدقيق، وانزل الدقيق منها ورص كده في الطبق. طبعا انا سايبه زيت غزير على البوتاجاز عشان نقليها مع بعض. تعالوا بقى نقليها حبايب قلبي. شايفين جميله ازاي، الله عليها وعلى ريحتها، والطعم اقسم بالله العظيم في منتهى الجمال. وطبعا سهله جدا وبسيطه وعلى قد ايدينا. طبعا انا جبت طبق حطيت فيه بقدونس طبعا عشان الحلاوه بقى تزيد كده ايه، وناكل بطعم كده جميل مع البقدونس والجرجير. الله عليها. شايفين جميلة ازاي، مش قادرة اقاوم بصراحة ربنا. الله على الجمال، ما شاء الله عليها. شايفين طبعا العيش البلدي بتاعنا الجميل طبعا، والجرجير جنبنا اهو. تعالوا بقى نحط الجرجير كده في اللقمة بتاعتنا البلدي ديت، ونحط البسارية التحفة دي. تعالوا بقى نجرب كده. الله، مش قادرة اقول لكم على الجمال والله العظيم، تستحق التجربة. يلا بقى يا حبايب قلبي، جربوا قولوا لي ايه